باش نبداو فقره جديده اخرى، فقره جديده اخرى اسمها سي تالون. وقت اللي نحكيو على سي تالون نحكيو على الملاعبيه الشبان، نحكيو على المواهب، وقت اللي نحكيو على المواهب لوجوا اكثر على المواهب التونسيه اللي مش قاعدين نشوفوا فيها ومش نسمعوا بها. خلينا نفسر لكم شنو هي الفكره اللي جاتنا باش تفهموا علاش احنا اليوم قررنا انه تكون عندنا فقره قاره مخصصه للملاعبيه ذوما المواهب التونسيه خارج تونس في المهجر. رانا في وقت من الاوقات مازلنا كي خرجنا من كاس العالم ومازلنا كي شفنا الانجاز تاع المنتخب المغربي وشفنا الكاليتي نتاع الملاعبيه نتاع المنتخب المغربي، واجمعنا الناس الكل انه المغرب عملت استثمار في ملاعبيتها اللي عايشين خارج المغرب ويلعبوا خارج المغرب وفي اوروبا خاصه. ولينا قلنا علاش ليه نكونوا احنا واحد من الحلول، نحاولوا نلوجوا زاد احنا بيدنا على الملاعبيه ذوما ولي جينيراسيون هذوما اللي نجموا غدوه في الايامات يبنيوا لنا منتخب وطني قوي قادر انه يقارع على المستوى الافريقي، يعاود يهز لنا مره اخرى كاس افريقيا علاش ليه، ولا يمشي في الكوب دي موند يعمل ادوار متقدمه كما شفنا في المغرب. هذاك علاش في سيفوت وبالاشتراك مع موقع لي تالون تونيزيان، هو نلقاو السيت ويب www.letalontunisien.blogspot.com. على الفيسبوك تلقاوهم زاد كيف كيف موجودين في برشا صفحات لو تالون تونيزيان ب7 لغات مختلفه، بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه بالالمانيه بالايطاليه بالهولنديه بالسويديه، موجودين زاد على يوتيوب على تويتر على تيك توك، موجودين قاعدين يعملوا بصراحه في مجهودات كبيره برشا. مش مليون اسكندر باش نعطيو حق قاعدين يلوجوا في كل صغيره وكبيره على ملاعبيتنا الشبان الصغار. ودي بينيفول ثاني جاي كان جاي خاطر مهم جدا وليد ان نقولوا دي بينيفول، مش قاعدين راهو لا يلوجوا على فلوس لا يخلصوا ولا حتى شيء، قاعدين يحاولوا يعاونوا. واحنا هنا حاجه بالناس هذوما ما نعرفهمش حتى شكون فرد فكره. هذاك علاش فرحانين برشا انه نعلنوا الشراكه هذيا مع لي تالون تونيزيان، بالله تصفيق عليهم خاطر بالحق قاعدين يتعبوا عندهم معاونين قاعدين يخدموا وقاعدين نلوجوا نحاولوا الخدمه هذيك نهزوها للضوء لهنا على مستوى المنابر العالميه ان شاء الله نوفقوا معاهم. مهم برشا سيريدا في الفتره هذه لانه توا احنا دخلنا في الجيل الرابع نتاع الهجره، كاتريام جينيراسيون هذيا في الجزائر وفي المغرب هي اللي جابت هالاجيال هذيا اللي راوراوه في الجزائر، جاب برشا ملاعبيه اللي حقق بهم المنتخب الجزائري النجاحات نتاعو. المغرب كيف هاك شفت في كاس العالم انه الجزائر والمغرب سبقونا في الخروج برا البلدان الاوروبيه. دونك احنا الجيل هذا اللي في المنتخب اقل من 20 سنه والجيل اللي بعده هو جيل بقدره ربي اللي باش ينجح ان شاء الله في المنتخب. مهم جدا. هذوما توانسه امين ومروان سيريضا توانسه وعايشين لبرا، في احنا ما نعرفوهمش لكن هما قاعدين يخدموا برشا ويحاولوا ينفعوا البلاد من خلال هالمعلومات هذه. بالمناسبه واحنا نحكيو على كاس افريقيا اقل من 20 عام فما ملاعبيه احنا ما نعرفوهمش، نسمعوا الاسامي موجودين في الليست نتاع عادل السليمي لكن ما نعرفوهمش. نحاولوا نعرفوا بزوز ملاعبيه ديجا ينجم يكونوا من لي زاتو نتاع المنتخب الوطني التونسي في الكاس الافريقيه هذيا. وليد نحكي على سامي شوشان وريان نصراوي. نبداو بسامي بعد نمشيو لريان. نبداو بسامي. سامي شوشان مولود في سبتمبر 2003 من بو تونسي اصيل مدينه جابس، المانيه، بدا نشا في فرنسا ونشا في فرد فريق سيريدا تاع حنبال دونك بولوني بالكور. دونك الفريق هذا اللي نشا فيه حنبال المجبري، ثم في السن نتاع 18 سنه تحول لبرايتون وتوا في الفريق الثاني نتاع برايتون معناتها اقل من 21 سنه لعب تقريبا 10 مقابلات، سجل هدف. قاعد المركز نتاعو راني جايك، المركز نتاعو هو متوسط ميدان ميليو سنترال نقولوا نحن. عنده برشا مزايا الحقيقه، يعرف يلعب مليح بالساقين زوز باليمين باليسار، على المستوى الفني كذلك على المستوى البدني ممتاز برشا. تم دعوته قبل حتى المنتخب الاولمبي وكان موجود مع المنتخب بتاع 2001 و2002. ثم الفريق نتاعو في وقت من الاوقات اسكندر رفض باش يسيبوا المنتخب الوطني التونسي باش تفهم انت قيمه اللاعب، واليوم مشروع معناتها بالنسبه لهم تاع لاعب مقابلات الوديه مع السنغال تحس ملاعبي وجوست راح نقول لك راك نحيت 6 ماتشات وعنده 16 ماتش وزوز اهداف في الموسم هذا بين الملل يمكن اللي 19 واللي 21 فوالا الكل. دونك الحقيقه قاعد يقدم في مردود كبير. وحاجه شدت انتباهي اسكندري الى جانب الشيء هذايا انه دخل في الجو فيسع، لانه ما كانش موجود عكس ريان نصراوي اللي باش نحكيو عليه من بعد، كان موجود في فترات مع المنتخب هذايا كيف والاولاد لهنا تحيه ليهم تو بعد نحكيو. الحقيقه الاولاد اللي يلعبوا في تونس قاعدين يعملوا في مجهود كبير باش يدخلوا الناس اللي جايه من برا واللي هما زاد توانسه واولادنا يدخلوا فيهم في الجو. سامي شوشان ريان نصراوي
قويش نصراوي ظهير وينجم يلعب جناح ايسر. كان موجود في الدوره الاخيره الترشيحيه مع المنتخب الوطني التونسي كيف 27 جوان 2003 من تونس العاصمه. شارك مع الفريق الثاني النيم في 20 مقابله. كان شارك كما قلت لك في الدوره التاهيليه كاساسي مع المنتخب الوطني التونسي وقدم مردود ممتاز. عكس سامي ريان كان موجود مع الفريق الاول لنيم، لعب مقابلات في البطوله ولعب مقابلات حتى في الكاس. تبقى انا نزيدك معلومه اخرى اضافيه. ريان النصراوي العقد نتاعو يوفى سنه 2023 وفما شكون حتى يظهر لي من فريق تونسي النجم الرياضي الساحلي حاول يتصل بريان النصراوي. زياد الجزيري حاول يتصل بريان النصراوي. هل ريان باش يكمل؟ تو ماك تعرف اللاعبين الكل عندهم كاس افريقيه باش يركزوا على الكاس الافريقيه. يمين العينين الكل باش تكون فوالا باش العينين الكل باش تكون موجود. نهايه عقد مهم جدا انه المعطى تاع نهايه عقد اسكندر بالنسبه للاعب عمره 19 سنه يلعب في مركز ظهير، والمركز هذا نحن علي معلول بدا يكبر شويه كيف علي العابدي. الحقيقه معناتها المركز هذا بعد عام ولا عامين باش يكونوا محتاجين الروليف في المركز هذا. دونك مهم يكون عندنا لاعب في المستوى هذا في فريق على مستوى التكوين ممتاز. فريق نيم ولو توا في الدرجه الثانيه الفرنسيه سيريدا، لكن على مستوى التكوين من احسن مراكز التكوين الموجوده في فرنسا. دونك الحقيقه زوز لاعبين اسكندر ربحوهم المنتخبات، خلينا نقولوا منتخب اقل من 20 سنه، واكيد باش يكون عندهم في المراحل الجايه تواجد في منتخب اقل من 23 سنه. وعلاش لا المنتخب الاول نستناو مردودهم اكيد في الدوره هذيا في كاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله يكون عندنا اكثر من حنبال. هو بيدو حنبال ان شاء الله يرجع لنا للكيب ناسيونال بمردود اكثر وخير، نقولوا احنا احسن وخير بما انه شفنا قاعده التطور نتاعو في البطوله في الشامبيونز. اي جوست مره اخرى نحب نحيي لي تالون تونيزيان على كل المعلومات هذه، وتاكدوا انه كل جمعه في سي تالون في سي فوت باش يكون فما اسم جديد ان شاء الله. تكتشفوا برشا اسامي تشوفوا. زاد تحيه للفريق العامل في الجامعه التونسيه لكره القدم سليم العثمان والموجودين معاه في ديتيكسيون وغيره، اللي بدايه السياسه هذه بشويه بشويه قاعده تعطي في الاكل نتاعها. نحاولوا من موقعنا نلقاو الحلول، ما نحكيوش كان على المشاكل، نحاولوا نعاونوا من خلال الفقره هذه. تحيه لي تالون تونيزيان اللي تلقاهم كما قلنا الصفحات كنا نحكيو عليها قبيله على كل تقريبا مواقع التواصل الاجتماعي.